مهارة بيزيرا والجماعية خلت الماتش سهل جدا وفوز كبير وبنتيجة أكبر بترجع الروح إلى حد ما للفريق من جديد. أهلا وسهلا بيكم أصدقائي، يلا بينا نلخص مباراة الزمالك وجيجيداها في الدور التمهيدي للكونفدرالية في كام نقطة. 6-0 لنادي الزمالك بترجع الروح من جديد. الزمالك بدأ بطبيعته بالنقل الكتير واللعيبة بتلاقي بعض بسهولة، بيوصل الزمالك لمناطق خطرة ولكن لسه بدون أهداف. من الواضح إن أحمد شريف لاعب نشيط ولمسته باينة، ولكنه محتاج ماتشات أكتر. أحمد ربيع لسه عليه شوية، مركزه محتاج شراسة أكتر من كده. ولسه فتوح بعيد، محتاج مباريات أكتر عشان يرجع لمستواه. كان فريق ديكيتاها عنده تميز بسيط في التحولات من الدفاع للهجوم، ولكن كان في فرق واضح في الإمكانيات خلت الزمالك مسيطر على زمام الماتش من أوله. جول يعتبر من ضربة ركنية في الدقيقة 20. كان الزمالك بعد الجون بيلعب كتير من الأوقات على خوان بزيرة في استغلال مهاراته، بيسيطر الزمالك على 18 الخصم وبيمشي الكورة كتير في نص ملعبهم. وابتدى هنا نشوف الجون التاني والجون التالت في فرق دقيقتين. ابتدى بعد الهدف الثالث فريق جيكيتاها بيتواجد في المناطق الهجوم في نص ملعب الزمالك، ولكنهم كانوا بيفتقدوا اللمسة قبل الأخيرة والأخيرة، واعتمدوا على التصويب بس بره ال18. طبعا جيكيتاها بعد التواجد في مناطق هجوم الزمالك ابتدى يسيب وراه مساحات كبيرة، وأول صديقي ما تسمع كلمة مساحات افتكر بزيرة على طول. خطير جدا فيها ومحدش بيوقفه. مع هجوم الخصم ابتدى الماتش يفتح والمساحات بتزيد والزمالك خد راحته على الآخر، وابتدينا نشوف مهارات وأهداف جميلة والماتش فتح جدا. أعتقد هنا أخونا فيريرا كان محتاج يقرب لعيبة كتير خصوصا في مركز 6. كان لازم نشوف صلاح مصدق هيعمل ايه فيه أو يعمل بعض الثغرات اللي عاملة مشاكل في الفريق. طبعا فرق المهارة والجماعية ادت بالنتيجة اللي احنا شفناها. أخطاء الزمالك ما كانتش باينة مع ضعف الخصم والفوز الكبير. فتوح وحمدي لسه بعاد وافتقاد المباريات، ومع رجوعهم ان شاء الله تاني للمباريات هنلاقي مستويات احسن من كده. التعاون والجماعية ادوا للنتيجة ديت. طالما وصلت لحد هنا يبقى شكرا جدا للمتابعة. اسيبكم في حفظ الله واشوفكم في الماتش الجاي على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله.